كيف تسوي دجاج ورز المندي اليمني في البيت بأسهل وأنجح طريقة من أول تجربة خطوة بخطوة. في هذا الفيديو بقول لكم بعض النقاط والتفاصيل علشان تطلع الوصفة معاكم ناجحة والدجاج مستوي والرز نثري، سواء كانت الكمية بسيطة أو كبيرة، وكمان لذيذ جدا جدا. أنا متأكد إنه بيعجبكم. أولا وقبل كل شيء نسخن الفرن على أعلى درجة حرارة ممكنة، وكيف ما كانت نوعية الفرن. ثانيا الرز اللي بستخدمه اليوم رز المزة الحبة الصفراء، عندي هنا 1.5 كيلو تقريبا، اغسله 3-4 مرات واصفيه من الماء تماما بدون نقع. وبالنسبة للبهارات اللي بستخدمها اليوم عبارة عن كزبرة حب وقليل كمون حب وفلفل ابيض مطحون، وممكن نسوي فلفل اسود مطحون. بهارات بسيطة جدا جدا وتطلع لكم نفس حق المطاعم. بنخلطهم مع بعض، وبعد ما خلطناهم مع بعض بنحطهم في وعاء ونضيف عليهم قليل ملح برأس الملعقة الصغيرة ملون طعام أو صفار الزعفران، قليل زيت الزيتون، ونخلطهم مع بعض تمام. وبعد ما خلطناهم مع بعض تمام نحاول نتبل الدجاج ونغطيه من جميع النواحي. والآن ببدأ أجهز الرز. في المرحلة هذه ركزوا لي تمام. في قدر بضيف قليل زيت، وأضيف عليه بصل مقطع جوانح، والزيت يكون ساخن، وأكشن البصل تمام حتى يتغير لونه. وبعد ما تكشن معانا تمام بضيف عليه بهارات صحيحة، أي بهارات صحيحة موجودة معاكم، وفلفل حار، وأكشنهم مع بعض تمام. والآن بسكب البصل اللي كشنته في سفنديش أو القدر اللي بندخله في الفرن. أسكب الرز فوق الكشنة. والآن نجي لأهم نقطة اللي هي قياس الماء. بالنسبة لقياس الماء نفس الكوب أو العلبة اللي قصنا فيها الرز في البداية نضربها على 2 ونقيس الماء. بالنسبة لي أنا عندي 3 علب مليانة رز، أضيف لها 6 علب ماء أو فوق ارتفاع الرز ب1 سنتي كيف ما كانت الكمية. أضيف له ملح حسب الرغبة. والآن أدبل القصدير وأقفله تمام، أهم شيء علشان الدجاج ما يسقط عليكم في الماء. وبعد ما قفلته تمام أخزقه بالسكين بالشكل هذا، وأضيف عليه ورقة زبدة، وبرضه أخزق ورقة الزبدة علشان بهاراته وتتبيلة الدجاج تنزل معنا في الرز. وعندي هنا طبقة قصدير وطبقة ورقة زبدة ثانية علشان بنغطي عليها فوق الدجاج. وبعد ما حطيت الدجاج بضيف قطعة بصل أو قطعة قصدير صغيرة وفوقها فحمة، واسكب عليها زيت، وعلى طول اكتمها بالقصدير وورقة الزبدة واقفلها تمام. بعد ما قفلتها تمام يكون عندنا الفرن ساخن، على طول ندخلها في الفرن. بعد ما ندخل الدجاج في الفرن اول 10 دقائق تكون على اعلى درجة حرارة عندي، وبعدين نوقته 80 دقيقة من فوق وتحت على درجة حرارة 200 ويكون جاهز. يعني الوقت كامل 90 دقيقة بالضبط يكون جاهز. هذا هو جاهز معي تماما. طبعا بعض الأحيان يكون الفرن ضعيف شوية من فوق، بعد ما نفتح القصدير نرجعه في الفرن 5 دقائق علشان يتحمر معانا ويكون أفضل. أنا بالنسبة لي بكتفي فيه بالشكل هذا. شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله جاهز معانا تماما. وهذا الرز شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله حبات الرز. بالنسبة للحرق ما يحرق معانا نهائيا، يحرق معانا حاجة خفيفة من الجوانب، وهذا هو الطبيعي حتى في أفران المندي الكبيرة أو الحفر. شوفوا لي على الحلاوة والجمال. وبالنسبة للرز يا جماعة نكهته نفس نكهة المندي الأصلية، والرز مثل ما انتم شايفين. وهذا أسفل الطبخة للناس اللي خايفة يحرق. يا جماعة الخير ما قدرش أوصف لكم، جربوا الطريقة، أنا متأكد إنها بتعجبكم، وعليكم بالعافية. ولا تنسوا مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة، وإذا كنتم على الفيسبوك إعجاب ومتابعة للصفحة. وفي أمان الله.